الحباب، وصل الموعد المنتظر، ووصل لينا سيدي مولاي الوطني، وقرب الله يفكو حينا ان شاء الله الرحمن الرحيم بخير وعلى خير. 9 شهور وحنا حاملين الهم، 9 شهور وحنا نتعذبوا وحنا نقراو، وقرب ربي يجيب الفرج. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم نصائح مهمه باش تدوزو مزيان باذن الله، وما تضيعوش هاد الحفاظه كامل اللي حفظتوه، هاد التعب كامل بسبب بعض الاخطاء اللي كيديروها بزاف من التلاميذ تاع البكالوريا، واخا كيكونوا مراجعين مزيان وموجدين مزيان كيجيو حتى لهاد البيريود وكيديروا شي اخطاء اللي كيخرجوا عليهم. داكشي علاش غنعطيك في هذا الفيديو هاد الاخطاء وكيفاش تفاداهم ان شاء الله. اول حاجه اللي مهمه بزاف، حاول ما تسهرش الايامات ديال الوطني. 3 ايام ديال الوطني حاول تنعس بكري باش تفيق بكري، ودير مراجعه شامله قبل ما تدخل اي امتحان. تاني حاجه، حاول ما تمشيش بالجوع، فطر مزيان، كل شي حاجه فيها الطاقه بحال التمر، الزبيب، اللوز، مهم ما تمشيش بالجوع. لا يطيح لك الطونسيون ولا شي حاجه، الله يحفظ، راه مع التوتر والخلعه وكيكون فيك الجوع راه ما تعرفاش يطرا. ثالث حاجه، فاش تحط لك الورقه ديال الامتحان حاول انك ما تخاف ما والو، تنفس مزيان، قرا الادعيه ديالك، توكل على الله وقرا الورقه كامله، وبدا بداكشي اللي فاهمه واللي ساهل، حيت الا بديتي بداكشي الصعيب يقدر انك تبلوكو وما تكملش وتضيع النقاط في شي حوايج اللي ساهلين اللي اصلا انت ما وصلتش ليهم. رابع حاجه، وانت كدوز الفرض ما تعقل على حتى شي واحد، لا اللي قدامك لا اللي وراك، ركز غير مع ورقتك وخلي عباد الله عليك، حيت الا تلفتي يقدر يشوفك الاستاذ اللي حارس، طيح مع صاحب ضعوتك وتستقل انت له هو. فاللهم خلي كل يوم بحر، دير داكشي اللي كتعرف وصافي. خامس حاجه، فاش تخرج من الفرض ما تناقش الاجوبه مع صحابك، اشنو درتي في هذا السؤال، انا درت هكا، داكشي ما غادي ينفعك في والو. صافي راه اللي طرا وحطيتي الاجوبه ديالك. المشكل انه فاش غتكتشف بلي عندك شي جواب غلط كتحس بالاحباط وكتفشل وما كيبقاش عندك الجهد الامتحان اللي بعدو. فاللهم داكشي درتيه، خرج وطير لداركم، ما تناقش مع حتى شي واحد. سادس حاجه، اي فرض دوزتيه صافي نساه، ما تبقاش تفكر فيه وتخربق دماغك به حتى يولي ياثر عليك في الفروض الاخرين، الله يستر. اي فرض دوزتيه خليه ودوز اللي بعده. واخر حاجه بغيت نقول لكم، ما كاين لاش تخافوا ولا تقلقوا، راه كل شيء غادي يدوز مزيان ان شاء الله. راه غير امتحان عادي ديال الدنيا بحال اي امتحان دوزتيه في القسم، ايوا زيد شويه في النيفو. المهم توكل على الله ودير اللي عليك، وما غادي يكون غير الخير باذن الله. وربي يجعل هاد الايام ديال الوطن بدايتها توفيق وتسهيل لنا، ونهايتها فرحه ونجاح يا رب.